سلطت الضوء على الدوريات الأوروبية، الدوريات الأهم طبعا الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي، وإثارة طبعا ومتعة في الدوري الإسباني. برشلونة وريال مدريد دائما مسيطرين، الأول والثاني كالعادة، ومانشستر سيتي وليفربول أيضا يتصدروا الدوري الإنجليزي. ضيفي داخل الاستوديو تحليلا للصحافة العالمية والدوريات الأوروبية الأستاذ أسامة يحيى. أهلا بك يا أسامة. مرحبا بك محمد، ومرحبا بكل السادة المشاهدين لبرنامجك الكريم والمتابع بنسبة كبيرة جدا، وأنا مبسوط جدا إن أنا معك اليوم. حنحلل صح؟ أكيد بإذن الله. هنستمتع. أيوه بإذن الله. نشوف الكرة العالمية. أيوه بإذن الله تعالى. الكرة العالمية زي ما قلت يا محمد، يعني دايما بتستمتع أنت وتكون مبسوط إنك بتحضر كرة عالمية، لأنك بتشوف كرة حقيقية فعلا. يعني حنشتغل على الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي، هم الأكثر شهرة طبعا وأوسع شهرة. ما نغفل كمان الدوري الألماني عشان ما يزعلوا من الألمان. نبدأ بأول صحيفة عندنا اللي هي صحيفة سبورت الكتالونية، ونشوف عنه قالت شنو. قالت يا له من مهرجان. فعلا مهرجان كبير جدا، الفوز بسبع أهداف دون مقابل بالنسبة لبرشلونة في مباراة كانت مهمة، مباراة كانت محتاجة إنه برشلونة يواصل فيها سلسلة الفوز في الدوري هذا الموسم، الفوز في 3 مباريات وأيضا يحقق الفوز الرابع، العلامة الكاملة. كانت بتدل على إنه برشلونة الموسم ده حيكون عنده رأي مختلف، خلينا نقول بالنسبة لهم في الموسم ده. وأيضا المدرب الجديد بالنسبة لبرشلونة فليك عنده عقلية مختلفة، عنده تفكير خلينا نقول برضه مختلف، في انه عنده العقليه الالمانيه الراسخه في انه لازم يحقق الفوز مهما كان. يعني ما عنده حاجه اسمها فريق ضعيف او فريق قوي، لا، طول ما هو عنده يعني عنده طريقه انه يحقق فوز، فدائما بنلقاه انه بيحقق الفوز حتى ولو بنتائج كبيره. باولو بازيلانو مدرب بلد الوليد، يعني هو تحدث عن انه دي اكبر خساره تعرض لها في مشواره، صعبه 7-0، واعتذر لجماهير بلد الوليد. الفريق ده بالمناسبه فريق عريق صحيح، هو بيمر بظروف صعبه. ايوه، تصريح من وراه شنو انت شايف؟ والله طبعا هو يعني خلينا نقول انه يعني بيحاول بقدر الامكان انه يعتذر للجماهير، لانه هو حتى زي ما انت قلت ذكرت قبل شويه انه هو فريق عريق، فدائما الخسارات الصغيره دي بتكون في التاريخ محفوظه ومعروفه يعني. فدائما ده احتمال خلينا نقول هو داير يخفف الضغط على اللعيبه، وهو يتحمل النسبه الكبيره خلينا نقول من الفوز، في انه هو عايز يخلي شنو انه ما في ضغط على اللعيبه، هو يتحمل كل الخساره وانه هو خسر بنتيجه كبيره. فدايما الحياه زي دي في المدربين دايما بتكون محفوظه في تاريخهم الطويل جدا، لانه دايما كله ما حيواجه برشلونه المدرب دايما حيشوف انه النتيجه الكبيره حتكون دايما مذكوره، انه هو اكبر خساره بالنسبه له هي 7 أهداف دون مقابل. رافينيا نشوه الفوز جعلته انه يعني يصرح لا حوجه لتعاقدات جديده. اصبح هو مدرب يعني. ايوه حقق 3 أهداف وطول طبعا زي ما ايوه فعلا هو طول من التسجيل. فعلا برشلونه لا يحتاج لتعاقدات جديده. لا بالعكس، برشلونه يحتاج الى تعاقدات. ايوه لسه الفريق لسه بينقصه كثير جدا من الخانات، خاصه في منتصف الملعب. وبعدين ما ننسى انه عنده لعيبه قريبين دائما للاصابات، يعني اصدقاء الاصابات بالذات في خط المنتصف. يعني بتشوف انه بدري، وعندك ثاني انت شايف اولمو كيف؟ اولمو هدف اضافه ممتازه. ايوه فعلا، حتى التسجيل في المباراه الاخيره، الهدف اللي كان قاتل في اخر الدقائق، فده بيدل على انه انت كسبت لاعب ممتاز ولاعب مهاري بشكل كبير جدا، حيمثل لك اضافه كبيره في خط المنتصف، في انك انت دائما لو حصل لك اي مشكله او حصل لك اي اصابه اولمو حيكون موجود وحيقدر يغطي لك الخلل ده. رغم ال7 أهداف لامين جمال هو لبنى. أيوة. صراحه لامين جمال. أيوة. لامين جمال دي ايوه لم يسجل. فعلا لم يسجل، لكن تقريبا صنع هدفين في المباراه دي. يعني تغيبه في المهرجان الكبير ده شويه كده ممكن تكون يعني نوعا ما يكون زعل من انه ما سجل، لكن هو قدم برضه مباراه كانت ممتعه، لكن في المجمل برشلونه كان قدم اداء خيالي يعني. نسب لصحيفه ماركا الاسبانيه، ومبابي يظهر لاول مره في الدوري بعد عبقريه فالفيردي. انا بحب فالفيردي شديد صراحه. والفرنسي يفتح مباراه عالقه للفريق الابيض. فعلا يعني مباراه كانت عنوانها البارز خلينا نقول مقفوله. ايوه، مبابي كان هو النجم الاول بالنسبه للفريق في المباراه دي. مباراه زي ما انت ذكرت، فالفيردي على فكره من اللعيبه الممتازين، عنده رؤيه يعني مختلفه عن كل اللعيبه، تمريره سحريه. أيوة. جيب جون. يعني رغم انه هو لاعب تحسبوه انه بتاع افتكاك اكثر، يعني اللاعب بالسودان بنقول عليه بتاع ارتكاز بيقلع كوره بس، لكن لا، بنشوف انه هو عنده الميزه دي، وعنده ميزه انه يلعب باص
في الحتات ويلعب طولي. ايوه، فهو يعني متميز جدا في التمريرات الطوليه دي، وايضا في التمريرات خلينا نقول بين الدفاعات، فبيضرب فيها دايما الخطوط بخط الدفاع خاصه. وايضا ما ننسى انه برضه عنده شوتينج ممتاز جدا، يعني من مضرب اللعيبه، قوي. ايوه، من اللعيبه اللي عندها دقه عاليه جدا في التصويب. من بابي في المباراه دي كان هو النجم الاول خلينا نقول. في حاجه برضه عايزين نذكر برضه انه المسجل عشان احرز هدفين ولا فعلا كان نجم هو الأول؟ خلينا نقول انه رجح شويه، لانه طبعا الجمهور بقى بيضغط، الصحافه بتبقى تضغط، الصحفيين برضه ايضا بقوا يضغطوا في انه انت لا جايب لاعب كبير زي من بابي دافع فيه، يعني خلينا نقول مبالغ كبيره جدا، فعدم التسجيل بيخلي اللاعب دائما في ضغط. فشفنا انه فينيسيوس هو المنفذ الاول لضربه الجزاء في ريال مدريد، ادى الفرصه انه من بابي يلعب ضربه الجزاء، رغم انه من بابي اصلا كان مسجل الهدف الاول، لكن اداه فرصه انه يسجل حتبدا المشاكل بين مبابي وفينيسيوس. وفعلا نتكلم عن الحاجه دي على فكره يا محمد، في انه هم قالوا فعلا في مشاكل بقت تظهر للناس، يعني في انه، لكن طبعا هم فينيسيوس كان هو من يسجل فعلا في انه هو كانوا يسجل هو ضربات الجزاء، لكن شفنا انه هم كسروا الحاجه دي في انهم يحتفلوا مع بعض، شفناهم انه بعد ما سجل الثنائيه، فهم بيدوا رساله انه نحن كويسين، علاقاتنا كويسه جدا. فحتى برضه انه لمسه انه خلي له ضربه الجزاء انه يلعبها من بابي عشان انه هو يكون يخش في المباراه اكثر ويسجل هدف، فدي برضه تحسب خلينا نقول لفينيسيوس يعني. امبابي بدا يتاقلم على المركز الجديد كراس حربه، احنا شفنا السرعه والانطلاق، هدف على طول. فعلا يعني الموضوع عايز زمن زي ما بنقول، في انه يتعود على التوليفه بتاعته الموجوده. بعدين هو مركز، هو ما جديد على مبابي، لكن نادي جديد على مبابي، في لعيبه جداد خلينا نقول على مبابي، فالموضوع عايز شويه زمن، لكن كقيمه لمبابي واداء لمبابي ما في اي اختلاف طبعا في الحاجه دي. مبابي اكيد حيتاقلم على الحته دي، وعنده اهداف اكثر واكثر حتكون في الجولة. قبل نختم صحيفه الماركا الاسبانيه، في رغم الفوز في مشاكل في وسط الملعب، يعني تشاوميني في غياب كامافينجا واعتزال كروز، في مشكله كبيره جدا في المناطق الخلفيه لوسط ريال مدريد. فعلا مودريتش في تقدم العمر، ريال مدريد يحتاج للاعب في هذه المنطقه جديد، يعني لازم تسجل لاعب. فعلا لازم يكون في اضافه بالنسبه لريال مدريد في منطقه الارتكاز، لانه غياب توني كروز واضح جدا خلينا نقول في الموسم ده، لانه نحن ما شفنا اللاعب العبقري اللي بيلعب باصات خلينا نقول طويله بشكل كويس، اللي بيقدر يخترع في نص الملعب، لانه هو كان عنده نظره مختلفه عن باقي اللعيبه الموجودين في خط المنتصف. بعدين تقدم العمر زي ما ذكرت انت، مودريتش، اصابه كامافينجا، اصابه كافينجا برضه، تشاوميني ما اللاعب اللي بيقدر يديك نفس الشغل بتاع كروز، ولا نفس اللاعب اللي بيديك الشغل بتاع خلينا نقول مودريتش في سنه، فبتلقى انه دائما في مشكله في خط المنتصف، فبتلقى انه الريال بيقدر بيلعب كوره، لكن ما الكوره اللي معهوده، يعني عمليه الوصول الى المرمى الموضوع بيبقى صعب جدا. كروز زمان كان بيحلها بباص بتلعب بين المدافعين، بتمريره طويله خلينا نقول لفينيسيوس خلف الدفاعات، فده كان تمحور خلينا نقول توني كروز في انه كان بيخترق الحاجات دي وبيقدر يبتكر شكل جديد خلينا نقول لريال مدريد، لكن حاليا في المنتصف الملعب في مشكله كبيره، في مشكله كبيره جدا. 12 نقطه لبرشلونه و8 للريال، 4 نقاط. الريال قادر على العوده؟ قادر على العوده اكيد طبعا. برشلونه حتواجهه مشاكل كبيره جدا، يعني الفوز ب7 اهداف يعني خلينا نقول هي دفعه معنويه كبيره جدا لبرشلونه، لكن حتواجه اكيد برشلونه مشاكل كبيره جدا، وخاصه انه بنشوف انه في مشاكل في خط الدفاع، بنشوف انه برشلونه بيدخل فيه اهداف بسهوله جدا. ايوه بلد الوليد ما قدر يسجل فيه هدف، لكن بنشوف انه في المباراه اللي قبلها دائما برشلونه بيكون بيلقى صعوبه جدا انه يقدر يحافظ على شباكه، فدي حتاثر عليه في مقبل الايام. برشلونه لو ما عمل اضافات في خط الدفاع خاصه، فالموضوع حيبقى لهم صعب جدا في انه يقدروا يحلوا المشكله دي يعني. صحيفه الميرور الاسبانيه عنونت آلة سلوت وماركوس راشفورد محطم، صحيح محطم، ودياز يحتفل في قمه الجوله الثالثه. فعلا يعني كانت من اجمل المباريات، فوز على الغريم على الغريم التقليدي. ايوه الغريم التقليدي المنافس الازلي بالنسبه لليفربول في السنوات الطويله جدا، فالفوز ب3 اهداف دون مقابل في ملعبك، فالموضوع خلينا نقول يعني كان صدمه بالنسبه للجماهير، وصدمه ايضا بالنسبه للمدرب. تين هاج ما قادر الى الان يحل المشكله بتاعت مانشستر يونايتد، الى الان مشكله مانشستر موسمين والموسم الثالث ما زالت المشكله هي موجوده. والحاجه اللي بتاخذني لانه المؤتمر الصحفي بتاع المدرب بعد ما انه خسر 3 اهداف، فواحد من الصحفيين ساله قال له يا اخي مشكله الفريق لها سنتين، نفس كلامك انه ليك سنتين انت بتمرن الفريق والى الان ما قدرت تحل المشكله بتاعت انه
عندك مشكله في منطقه الارتكاز، ما عندك التحولات بتاعتك. مشكله تكتيكيه ولا مشكله بتاعت نوعيه لاعبين؟ هم ما عنده نوعيه لاعبين على مستوى يعني عالي يستطيع انه ينافس بهم في ما الدوري هي دي الانجليزي. المشكله في انه مثلا اداره مانشستر يونايتد او المسؤول من التعاقدات دائما بيفضل لعيبه باسعار عاليه لكن ما بتكون عندها الجوده الممتازه او الجوده اللي ممكن تضيف الى الفريق. فنلقى مثلا انه جاب انطونيو على الجناح بقيمه كبيره جدا، قيمه سوقيه عاليه جدا، لكن بتلقى انه يعني جودته في الملعب ما في اي اضافه يقدر يقدمها. فالصحفي ذاته لما جه ساله قال له يا اخي انت المفروض تلقى حل، انه ما ممكن انت لك سنتين الى الان ما قادر تحل المشكله بتاعت الفريق في خط المنتصف، وانك انت كل التحولات كل مباراه انت بتخش الملعب انت بتكون بس بتستقبل في اللعب، ما بتقدر تبني انت لعب. حتى هو اتضايق من الحته دي على فكره المدرب، قال لي يا اخي ايوه اتضايق منه، قال لي يا اخي المشكله شنو انت بتتكلم عنها؟ قال المشكله انك تتقبل لعب دائما وانت دائما ما قادر تحلل او ما قادر خلينا نقول تصلح المشكله بتاعتك اللي بتواجهك، فاكيد انت عندك مشكله فلازم التعنت لازم بتاعه تتحلى. ايوه انت لويس دياز هدفين من صناعه محمد صلاح، محمد صلاح حرز الهدف الثالث. 15 هدف لمحمد صلاح ضد مانشستر يونايتد. فشوف يعني رقم كبير جدا، اسم محمد صلاح بقى اسم مرعب بالنسبه لمانشستر يونايتد خلينا نقول. التسجيل على للموسم السابع على التوالي بالنسبه لمحمد صلاح في الدوري الانجليزي. محمد صلاح اثبت انه هو واحد من اساطير خلينا نقول الدوري الانجليزي وخاصه مع ليفربول. لكن صرح تصريح كده خلينا نقول في اخر المباراه انه قال انه ده اخر عام بالنسبه له. ايوه، واحتمال انه يقادم. حنجي وحنحلله. أيوة. راشفورد محطم فعلا زي ما ذكرت فعلا راشفورد محطم جدا يعني، والمشكله الاكبر بنشوف انه تنهاج دائما بيبدأوا بالمباريات. الموسم السابق زي ما شفنا انه جرناتشو كان دائما بيبدا على الجناح الايسر، لكن بنشوف انه الموسم ده اصرار تنهاج انه راشفورد يبدا على الجهه اليسرى، في نفس الوقت خلينا نقول على الدكه جرناتشو. فدي انت كده خسرت خانتين خلينا نقول. المباراه الاخيره بتاع ليفربول لعب جرناتشو على الجهه اليمنى، خسر فيها منه عماد اللي كان بيلعب على الجهه اليمنى. ففي تعنت من تنهاج، ما تقدر تعرف هو عايز يصل لشنو، لانه ما ممكن انت تكون شايف المشاكل وكل الناس شايف المشاكل وانت لسه بتصير انك تلعب. كاساميرو ظلم نفسه بالتسجيل والتوقيع لمانشستر يونايتد. بالعكس انا شايف انه هو كسب كثير جدا في العمر. ايوه تقدم في العمر. وعلى فكره يعني خلينا نقول انه بيريز كان ذكي جدا في انه يبيع لاعب زي كاسميرو في عمر متقدم بقرابه 70 مليون يورو. فهو مكسب بالنسبه لريال مدريد في القيمه الماليه. وخلينا نقول انه كاسميرو نوعا ما الضغط بقى عليه كبير جدا، لانه لو لاحظنا حتى حاليا ما في لاعب ارتكاز حاليا موجود مع كاسميرو في خط المنتصف بالنسبه لمانشستر يونايتد. حتلقى انه حتى ماكتوموناي تم بيعه في بدايه الموسم، ما بيشارك سيفيان مرابط. الموسم اللي فات كان بيشارك اساسي، حاليا برضه بنشوف انه هو تم ايضا بيعه. ففي مشكله واضحه وظاهره في منطقه الارتكاز، فلازم مانشستر والمدرب تنهاج يشوف لها حل يعني. صن سبورت ايضا الهيدلاين عنونت انه وقع نيكولاس جاكسون عقدا جديدا ضخما لمده 9 سنوات. 9 سنوات كثيره مع تشيلسي، وطبعا ده اللاعب السنغالي الشاب. أيوة. لسه صغير 23 تقريبا عام. ايوه عمره 23 عام فعلا يعني هم عايزين يكملوها معاه فعلا الى العام 2033. فده وحتى تقريبا الحيل الفيلم ده انه تم رفع قيمه العقد بتاعته برضه. السبب شنو اللي خلاهم يوقع معاه العقد الطويل ده؟ لاعب هم بيذكروا انه هم طبعا ذكروا انه هو مستقبل تشيلسي فعلا حقيقه يعني. الغريب انه ارقامه ما بتدل على انه ممكن يستمر لفتره طويله، لانه بنشوف انه حتى في المباريات ممكن تسمح له مثلا 10 فرص ممكن يسجل منها هدف واحد. فانت محتاج لمهاجم يسجل لك من انصاف الفرص، يعني يسجل لك من عدد بسيط من الفرص، يسجل لك عدد اكبر من الاهداف. لكن بنشوف انه جاكسون في المباريات دائما، وجمهور تشيلسي على فكره يكون متفق معي في الحاجه دي، في انه هو دائما بيكون هو سيء جدا في خلينا نقول في الفينش بتاعه. بنشوف انه عنده خلينا نقول قرارات دائما بتكون غريبه يعني. فالتجديد معاه انا بالنسبه لي شايفه الفشل في عدم تسجيل اوسيمين هو كان سبب مباشر في انه خلاص نبقى على هذا. ممكن برضه واحد برضه من الاسباب ممكن يكون انه اوسيماني انه ما حيقدر يجي تشيلسي. وبعدين فعلا اوسيماني يعني طلب بمبالغ كبيره جدا، يعني تشيلسي الى اخر ساعات فتره الانتقالات كان بيقدم عروض 70 و80 مليون يورو، لكن كان بيرفض. فما كان معروف هو السبب شنو. فعلا زي ما انت ذكرت احتمال يكون واحد من الاسباب باعتبار انك انت رفضت العروض اللي احنا قدمنا لك، معناتها احنا حنبقي على المهاجم بتاعنا اللي هو المهاجم الاساسي الى اخر الموسم. نيكولاس
كان في ريال في كان فياريال فياريال 35 مليون جنيه استرليني الصيف الماضي ايوه. سجل. وشوفي زي ما انت ذكرت يعني مبلغ حتى كبير بالنسبه له، هو ما كان لاعب معروف بشكل كبير، لكن في فياريال الضغط دائما بيكون خفيف. انت لما تجي فريق زي قيمه نادي تشيلسي عنده جمهور اعلى، عنده متابعات اعلى، وبعدين خلينا نقول الاعلام الانجليزي ما بيرحم. يعني الاعلام الانجليزي دائما اي لاعب انت دفعت فيه مبالغ كبيره دائما هو بيسلط لك الضوء عليه. فبنشوف انه مثلا ديكلان رايس لما جاء ارسنال اول مباراه لما كان ما لعب بشكل كويس 120 مليون يورو، فكان دائما في انتقادات. دائما الاعلام خلينا نقول الانجليزي ما بكون بيرحم اي لاعب. فالصفقه زي دي والى 2033 فما زي ما انت قلت قبل شيء ما في سبب اصلا يخليه انه يجدد عقده ثاني. هو اصلا يعني عقده الى 2028 كان، فلسه اصلا في سنوات قادمه يمكن مستواه يتغير، يمكن مستواه ينزل، فانت حتحتاج انك تبيعه. فبعدين قيمه الشرط صلاح فجر الاوضاع في ليفربول بعد الفوز الكبير على مانشستر يونايتد. احتمال كما ذكر هو احتمال مغادرته في الصيف القادم. هو ذكر انه الاداره حتى الان يعني ما تكلمت مع الفريق، ضغط على الاداره بحيث انه تجدد العقد مع صلاح. فعلا انا حسبتها انها فعلا حتكون ضغط على الاداره في انه هو عايز يضغط الاداره في انه من ياخذ المبلغ اللي هو عايزه، خاصه انه محمد صلاح خلينا نقول هو بيقدم مساهمات كبيره جدا في ليفربول، دائما هو النجم الاول. فكون انك انت النجم الاول بتاعك الى الان ما قعدت معاه في ترابيزه واتفقت معاه وتجدد العقد، فالموضوع نوعا ما هو بخليه انه يكون مقلق. فالواضح انه اداره ليفربول عايز تحاول قدر الامكان انها تستفيد من محمد صلاح وبيعه للدوري السعودي، لانه هم عارفين انه محمد صلاح تقدم في العمر. اخر صحيفه عندنا يعني خلاص نحن في الخواتيم. ايوه. اللي هي صن سبورت. تنهاج الاداره اللي هي حصل على الضوء الاخضر اللي يواصل في تدريب فريق مانشستر يونايتد. فعلا الاداره وافقت بشكل عام، قالت انه تنهاج هو الرجل المناسب بالنسبه لنا. هو تنهاج كقيمه فنيه شايفين حاجه احنا ما شايفينها؟ والله يا اخي طبعا صعبه جدا الموضوع، انه هو الرجل الاول. الموضوع عايز اضافات انت المفروض تعملها كاداره. جوده اللعيبه اللي انت بتتعاقد معهم لازم تكون مختلفه. يعني انت ما ممكن تجيب لعيبه زي ما قلت باسعار عاليه وهم ما مقدم لك الجوده اللي انت عايزها. بعدين حتى الاضافات المفروض تكون في مناطق معينه. تنهاج كقيمه وكتفكير وكفلسفه من المدربين الممتازين جدا على مستوى العالم، وعنده مشروع ممتاز جدا، لكن المشروع ده ما بيكتمل لوحده، لازم يكون في اضافات تقدر تحقق له المشروع ده. فالاستمراريه هي افضل قرار بالنسبه لمانشستر يونايتد، لانه تغيير المدربين خلينا نقول بصوره متكرره هو فيه مشكله ومشكله كبيره جدا، لانه حتلقى انه في لعيبه اتت في نفس الوقت حيكون في تغيير. وبعدين ما ننسى برضه انه موضوع الاصابات برضه خلينا نقول يا محمد انه اثرت على فريق مانشستر يونايتد. اصابات في قلب الدفاع، في صبغه اتت الى مانشستر اللاعب الفرنسي الشاب ما لعب في اول مباراه وديه اتصاب لمده شهرين. الختام السيتي كالعاده يتصدر الدوري. مانشستر سيتي القريب والاخر لمانشستر يونايتد تصدر الدوري وفوز مستحق على ويست هام. جوارديولا ذكر في المؤتمر الصحفي انه ليس هنالك مدافع يستطيع ان يوقف قطار المرعب هالاند. فعلا على فكره كلامه منطقي جدا. يعني انت الحين بتتكلم عن لاعب عملاق، لاعب مهاري بدرجه كبيره جدا، لاعب متميز ومتفرد، لاعب الى الان مسجل 12 هاتريك خلينا نقول في عدد 68 مباراه. فشوف الفرق كبير كيف. هنري لما عمل 18 خلينا نقول هاتريك جابهم في 276 تقريبا مباراه. فده بوريك الفرق الكبير جدا في هالاند، في انه متميز جدا. وفعلا على فكره هو تصريحه ده خلينا نقول تحفيز بالنسبه لهالاند انه يشتغل بشكل افضل، وانه هو متوقع منه انه يواصل بنفس الموسم الفائت. اشكرك. شكرا اسامه. شكرا محمد. هتواصل معك باذن الله تعالى. اللي حيفوز بالدوري الاسباني صعب صح؟ طيب بتشجع برشلونه ولا ريال مدريد؟ انا والله العظيم لا برشلونه ولا ريال مدريد، لكن انا من نفسي بشجع ارسنال. فالدوري الانجليزي باذن الله ارسنال. ايوه صح. التحيه للشعب السوداني الصابر التبريكات طبعا للمنتخب الوطني مره اخرى الفوز على النيجر، وعنده مباراه مهمه امام انغولا. اتمنى ان شاء الله المنتخب السوداني كمان يفوز على المنتخب الانغولي ونصل المغرب 2025. وصلنا المشاهدين الأكارم إلى نهاية هذه الحلقة من سبورتينا. تحية للطاقم العامل كلهم، أبو بكر الشيخ ومحمد السير والمصورين كل الشباب يعني في الهندسة. ما تزعلوا مني يا جماعة لو نسيت واحد فيكم. وتقبلوا تحياتي أنا محمد معني حتى جديد اللقاء في أمان الله وحفظه.